معظم الناس بيبقى عندها مشاكل في اسفل ظهرها والسياتيك نيرف وعرق النسا والكلام ده كله، تحس فيه بتميل برجلك اليمين او الشمال، وتحس فيه ضغطه، ولا بقدر اقوم ولا بقدر اقف ولا بقدر اركع ولا بقدر اسجد. فاقول لك النهارده على حاجه سهله جدا نعملها تريح حضرتك وتريحك بطريقه سهله جدا وانت قاعد. بصوا يا جماعه، انا ببقى قاعد اهو، وضع السجود هو افضل وضع للسياتيك نيرف او عرق النسا. اقعد كده وارجع برجلي كده، واقرب كعب رجلي من الاليا بتاعتي، وايدي ثابته، وارجع لورا قوي، واثبت في الوضع ده لاطول مده ممكنه. فانا كده بفك الضغط على الغضروف. طب تاني تمرين وده سهل قوي قوي قوي، هيريحني اكتر من الاول. نام على ظهري، كلها تمارين سهله، ايدي كده ورجلي كده، دي هتيجي عكس دي اهو بالطريقه دي، واحاول اثبت دي. فانا كده عملت استرتش للمنطقه دي. يعني بصوا ايدي اهي هتيجي كده، دي هتمسك دي وافرد دي لتحت واجيبها بالطريقه دي. بصوا هتحس في استرتش رهيب في المنطقه دي. طب اثبت قد ايه؟ هثبت 30 ثانيه. بعد 30 ثانيه هتحس ان الوجع ده بدا